السلام عليكم. اليوم آتيكم بفيديو جديد بخصوص المباراة التي ستقام غدا إن شاء الله في كأس إفريقيا 2023 المغرب ضد تنزانيا. فبطبيعة الحال أنا جبت لكم واحد الأفكار وواحد التحليل منطقي سيتوقع مجريات المباراة التي ستكون غدا إن شاء الله مع الساعة السادسة على القناة الرياضية. فبطبيعة الحال المباراة التي ستكون غدا ستكون صعبة جدا، لأن احنا كنشوفوا أن كأس إفريقيا جميع الفرق الإفريقية هناك تقارب في المستويات، لا من الناحية الفنية، لا من الناحية التكتيكية، لا من الناحية البدنية. حنا كنعرفوا أن الفرق الإفريقية يعني متمرسة، يعني لديها خبرة كبيرة في الملاعب الإفريقية، عندها يعني تأقلم مع الجو مع الظروف المناخية. فيعني اللاعبين الأفارقة يعني كيعرفوا كيفاش يعني يوسعوا المجهود البدني ديالهم على أرضية الملعب، وعندهم بطبيعة الحال مهارات فنية، السرعة كذلك. يعني أي لاعب يقدر يدخل يصنع لك الفارق. إذن الفرق الأفريقية حذاري ثم حذاري ثم حذاري. بالنسبة للنقطة الثانية اللي بغيت نأكد لكم هو أن المباراة ديال غدا ستكون يعني مباراة كما قلت لكم ستكون مباراة صعبة، وستكون يعني بطبيعة الحال ستكون يعني مباراة صعبة، لا من الناحية التكتيكية لا من الناحية البدنية. يعني حنا كنعرفوا أن المعسكر التدريبي يعني حاليا في منطقة يعني في كوت ديفوار في معسكر تدريبي للفريق المنتخب الوطني. يعني هناك تشكيلة متكاملة، ولكن هناك بطبيعة الحال الغيابات، يعني هذا سيؤثر على المردود للفريق المنتخب الوطني. فهناك فقد تأكد بخبر رسمي أن المنتخب المغربي سيغيب عنه نصير مزراوي، ولكن أنا كرأيي الشخصي ديالي أرى أن ليس نصير مزراوي في الدفاع هو الذي يمكن أن يقدم أداء عالي جدا وهو روح الفريق، لا، بل يعني كما كنقولوا ليطا لي ديسبري بارتو لي جوور دو ليكيب. يعني الروح المعنويه وروح الفريق كتكون عند الفريق كامل، يعني كيكون هذاك التناغم وذاك التفاهم هو الاهم، هو اللي كيصنع الفارق واللي كيشجع اللعابه باش يقدموا واحد المردود جيد في الملعب. بطبيعه الحال احنا عارفين يعني بطبيعه الحال تشكيله ديال المنتخب المغربي. يعني في الخط الدفاع هناك قلبين دفاع، رومان سيس ثم نايف اجرد الذي يلعب في الدوري الانجليزي بطبيعه الحال مع استون فيلا. ثم على الرواق الايمن يعني كيكون بطبيعه الحال اما نصير مزراوي او الحكيمي، ولكن حنا غنشوفوا يعني الظهير الايمن غادي يقدر يكون يلعب يعني الوليد الكراكي يلعب يعني حكيمي. يعني حكيمي عنده السرعه، عنده يعني كيعطيك حلول هجوميه، تمريرات عرضيات جيده، وكذلك كيتفوقوا حتى مع يعني من ناحيه المهارات الثنائيه. يعني هاك باس عطيني باس، يعني هذوك الترابطات الثلاثيه يعني بين حكيمي وحكيم زياش ثم اللاعب أناحي، يعني إما أناحي أو أمرابط. ولكن الدور ديال أمرابط هو الأدوار الدفاعية، يعني دائما كيغطي دوك المساحات الهاف سبيس، يعني دوك المساحات اللي كيكونوا قرب يعني المركز، يعني في خط التماس، يعني باش يغلق المساحات وما يخليش الفراغات. بالنسبه للظهير الايسر هناك يعني يقدر يلعب اي لاعب يعني رومبلاسمون، حيث نصير مزراوي سيتغيب، وهذا جاء بتقرير طبي من فريق بايرن ميونخ الالماني. يعني نصير مزراوي لا زال يتابع يعني حصصه للتعافي والرجوع بشكل سريع. يعني انا اتوقع يعني قدر يرجع في المباراه الثالثه، المباراه الثانيه سيتغيب عنها. وبالنسبه لوسط الميدان فهناك اللاعب امرابط، صراحه انا افضل اللاعب امرابط لانه يقوم بالتوازن التكتيكي، يلعب ادوار دفاعيه، يغلق المساحات، يفتك الكره في وسط الميدان ويقوم بتمريرها الى اما اللاعب اناحي او املاح
من اجل بناء الهجمه. اذا هذا الشيء غيساعد المنتخب المغربي، وهذه هي الاسلوب وطريقه اللعب وليد الركراكي، هو انه كيعتمد على الادوار الدفاعيه بشكل كبير جدا كبير جدا، كما شفنا في منافسه كاس العالم 2021، يعني مباراه بلجيكا، مباراه كندا، يعني ادوار دفاعيه اكثر. بالنسبه لأملاح، انا كرأيي الشخصي ديالي ارى ان أملاح يرتكب اخطاء كثيره جدا في التمرير. هذا شفته، انا شاهدته وحللت واحد المباريات اللي من المباراه ديال مباراه في كاس العالم في كندا، وكذلك في بعض المباريات اللي تقامت في التصفيات المؤهله لكاس العالم، يعني لعبوا مع الفريق تنزانيا. يعني يرتكب اخطاء في التمرير. التغطيه الدفاعيه يعني جيد فيها، يعني يقوم ب يعني بالتغطيه الدفاعيه. ومن الناحيه الهجوميه يعني عنده واحد النسبه تقريبا 40% حتى ل 50%، يعني يقوم بتمريرات يعني صراحه خاطئه لا تؤتي اكلها. بالنسبه للخط الهجوم فهناك اللاعب نصير، يعني اللاعب عفوا اللاعب حكيم زياش يعني شفنا انه كيرجع لوسط الميدان ويلعب تمريرات طويله. يعني هذه هو طريقه اللعب ديالو واللي كيامر بها المدرب باش يرجع لوسط الميدان ويقوم بالتمريرات ويقوم بصناعه اللعب. يعني هذا هو الاسلوب اللعب اللي كيعتمد عليه المدرب وليد الركراكي. وبطبيعه الحال عندنا اللاعب النصيري، يعني النصيري يتفوق في الكرات العاليه، الكرات يعني الكرات الهوائيه بالضربات الراسيه، والتموقع ديالو جيد، يقوم بالضغط على حامل الكره يعني من اجل ارباك الفريق الخصم. ثم اخيرا اللاعب بوفال يعني لاعب جيد. اذا هذه الخطه 4-3-3 يعني خطه جيده. نتمنوا المنتخب المغربي التوفيق ان شاء الله ويظهر بمستوى جيد، لان الاهم يعني بالنسبه لي انا كرأي الشخصي ديالي المباراه الاولى ستحدد مصير المنتخب المغربي. اذا لم يرتكب الاخطاء الدفاعيه، قام بترابطات على ناحيه المستوى الدفاعي، توازن تكتيكي، يعني يقوم بالقيام بالادوار الدفاعيه والادوار الهجوميه اكثر، لان المنتخب التنزانيا سيلعب بتراجع دفاعي وتكتل دفاعي ويلعب على الهجمات المرتده. يعني هذه لاحظتها انايا في المباريات، المباراه الاخيره اللي كنا لعبنا مع تنزانيا وتفوقنا عليها ب2-0، ولكن عنده نقطه ضعف هو ارتكاب الاخطاء الدفاعيه، يعني سوء التغطيه الدفاعيه يقدر يستغلها المدرب وليد الركراكي الى لاحظها. ولكن بطبيعه الحال يمكن يعني المدرب وليد الركراكي راه عنده تجربه كبيره، وبطبيعه الحال يعني غيعرف هذه الامور حنا اكثر منا. ولكن هذا كيبقى منظور كرأي شخصي ديالي، وكنشوف ان المنتخب المغربي قادر على الفوز على منتخب تنزانيا. ولكن منتخب تنزانيا فريق قوي جدا، يعني فريق قوي جدا. علاش كنقول لكم هذا الامر؟ لان ما يمكنش نستهزئوا بالفرق الصغرى، لان الفرق الصغرى قادره على ان تنافس الفرق الكبرى. اذا هذا امر يجب ان ننتبه اليه. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. ان شاء الله فيديو جديد نجيب لكم افكار جديده، تحليل جميع المباريات ديال المنتخب المغربي بادق التفاصيل، بادق التفاصيل الممله، وان شاء الله غتكون فيديو غادي تخرجوا منه مستافدين باكثر استفاده. السلام عليكم، تبارك الله عليكم.